بسم الله الرحمن الرحيم. الأول نشكر حضرتك على إتاحة فرصة مدونة بيكس المصري مدونة بني السويفية دي إنها تقوم بالحديث مع حضرتك، وإحنا بنعتبر إن ده انفراد لينا الحمد لله يوصل لكل بني السويف. فمعلش هنذكر على حضرتك بإذن الله بهذا الحديث. أولا وعايزين نبدأ إن شاء الله. أول سؤال عندنا: هل النائب سعد عبود كان يتوقع حدوث مثل هذا الإجراء في يوم من الأيام معه؟ أنا أشكر حضرتك وأشكركم جميعا على هذه الزيارة. طبعا أشرف بيها وأعتز بيها، وهذه المساندة اللي بتقدموها لي دلوقتي دي بتجعل مني أضل على موقفي وأعتز بهذا الموقف الذي وجدته من خلاله مساندة شعبية رائعة وعلى أعلى ما يكون. السؤال بتاع حضرتك: هل حضرتك كنت تتوقع حدوث مثل هذا الإجراء مع الدولة يعني غير راسخة في الديمقراطية؟ المؤسسات عندنا مؤسسات شكلية لم تأخذ حظها بعد في الرسوخ الديمقراطي، وبالتالي النائب يتوقع النائب، خاصة النائب الذي يقف ضد الفساد وضد الرشوة وضد المحسوبية والقوم الزوج، وهؤلاء الذين يعتلون الحكم حاليا يمسكون بقبضة من الحديد على السلطة والثروة ومصالح ضخمة وبالمليارات، وحين نواجههم فأنا أتوقع كل الاحتمالات في هذا. ننتقل للسؤال الثاني حضرتك، ونحب نعرف حضرتك منه النقط اللي استندت عليها تحويل حضرتك لجنة التكامل حماية حضور رئاسات البرلمان حتى نهاية الدورة. هي مفيش نقاط دستورية ولا قانونية استندوا إليها، أنا استندوا تخريج سيء ظهر واضحا مدى تهافت ما يطرحونه بكلام مصر حين الاستجواب، ولكن هي المشكلة أن هناك خطوط حمراء وتابوهات مقدسة يتصورون أن النائب لا يجب أن يخوض بها ويقف عند هذه الحدود ولا يخوض هذه المخاضات. مؤسسات لها قوتها ولها بطشها ولها حيثيتها، يعتقدوا أنهم فوق المساءلة. وأنا حين أقسمت على اليمين بأن أرعى مصالح هذا الشعب كنائب فإنني أريد أن أضر بهذا القسم، ولا يوجد عندي أحد لا مؤسسة ولا على المستوى الشخصي فوق المساءلة، ما دام الشعب اختارني أن أكون نائب في مواجهة هؤلاء. فعلا يا فندم. حضرتك تعليق حضرتك على ما قاله الدكتور أحمد فتحي سرور برفضك الدفاع عن نفسك حينما طلب من حضرتك الدفاع عن ما الدكتور فتحي سرور حين يجلس على المنصة المفترض أن يجلس محايد وينسق بين الاتجاهات والتيارات السياسية المتصارعة. من طبيعي أن المجالس النيابية تعبر عن مصالح شرائح المجتمع المختلفة، وفيها هناك اتجاهات وعقائد وتيارات وتوجهات سياسية، وكل أطياف أو كل الأطياف السياسية موجودة داخل المجلس، فهو مهمته طبقا للنظم البرلمانية العريقة أن ينسق. ولذلك هو مش اسمه رئيس في الدول العريقة الديمقراطية، اسمه سبيكر بالإنجليزي وليس برايم، بمعنى أنه المتحدث باسم التيارات وهذه الاتجاهات، مجرد دور تنسيقي. ولكن المعايير الدولية بتفرض عليه أن ينتصر للدستور وحياده، يبقى ادعي أن يكون حيادا إيجابيا، وهو شخص كويس مش وحش وبينه ود. دائما أنا أطلب منه أن ينتصر للدستور، وأطلب منه أن يطبق المعايير الدولية في أن يقف في وجه الأغلبية وتوحشها وإرهابها للأقلية. دائما أنا بطلب منه هذا الطلب. مش لو قلنا نفس السؤال ده حضرتك على ما قاله الدكتور مفيد شهاب. الدكتور مفيد شهاب كان بيان ابتعد عن الموضوع وحاول يجزئه. أنا لقيت بيان في 29/12 من المجلس بأن هناك تربح وشبه تربح من القائمين على بعثة الحج قدره تحديد الحج في عدد 24,000 حاج، فإذا هناك تربح مقدار 24 مليون. وكانت المعلومات آنذاك في هذا التوقيت المتاح لي هو الذي جعلني أذكر هذا الرقم،
لأنه لا يوجد شفافية بلدنا، فإحنا بنبذل جهد خارق حتى نصل إلى حقيقة أي موضوع، وليس مطلوب منا أن نصل إلى الحقيقة الكاملة فيه، ولكن مطلوب منا أن نصل إلى دلائل تؤدي إلى هذه الحقيقة. ولكن حين استشعرت لأن هناك شيئا يدبر لي على خلفية المخاضات التي يخطها، سواء يتعلق بذمة الرئيس حسني مبارك حينما تقدمت ببيان عاجل حول ذمته ومواجهته لكل جبهة الفساد بمواقف واضحة ومباشرة وصريحة. على هذه الخلفية حاولوا يتربصوا به ويجزئوا موضوع البيان الذي أبقيته سنة 29 في يوم 29/12، لأنني طورت من حقي لأحيان أن أطور هذا البيان وأحوله لاستجواب ويبقى امتداد لي. هم طبعا أسقط في أيديهم حين تقدمت بالاستجواب، وحاولوا بشكل مختصر بشكل مرسل وغير دستوري وغير قانوني أن يفصلوا بين ما أدليت به من بيان اعتبروا أنه يخلو من دليل وبين الاستجواب الذي طورته حينما أتيحت لي المستندات وبالأرقام، وكان ردا متهافتا ومرسلا. وأنا قلت وليس أنا لوحدي ولكن كل النواب المحترمين قالوا له هذا، قالوا لا يوجد فصل بين البيان وبين الاستجواب، وأنا الواقع في نزاع واحدة، وأنا الارتباط الذي لا يقبل التجزئة موجود حيث المحل والسبب والأشخاص، وبالتالي هو الموضوع واحد، وأنني نحمي بالمادة 98 من الدستور والتي تنص على أن لا يؤخذ عضو مجلس الشعب عما يبديه من أفكار وآراء أثناء عمل في المجلس واللجان، وأن هذه المادة هي التي تجعل من الحياة البرلمانية تجعل من البرلمان برلمان حقيقي، يعني هي دي سلطة الاتهام. وإذا لم يحتمي عضو مجلس الشعب تحت لواء وينضوي تحت لواء هذه المادة، وإذا استشعر أي عقاب يناله فور تقديم الاستجواب يتحول البرلمان إلى كيان آخر، ولكن لا يمكن أن نسميه برلمان. نعم. دعنا ندخل إلى تفكير النائب سعد عبود القادم ونسأله عن سؤال، وعن الإجراء المحتمل أن يقوم به النائب سعد عبود حيال حرمانه من حضور جلسات البرلمان. وفي السابق قبل أن أقدم السؤال طلب مني أن أعتذر فرفضت، وطلب مني تسوية الموضوع ولكن بالاستعلاء والغطرسة رفضت. طبعا الاستعلاء والغطرسة القائمين على وزارة الداخلية، وأصررت على أن أقدم استجواب حينما استشعرت أنني معرض لجزاء قد يصل إلى حد الفصل. يعني قلت للزملاء لن أخسر الاثنين أبدا، وسوف أقدم استجوابا تاريخيا يعري هذا الفساد